وأكتر حاجة خلت الناس تنبهر كانت الأكل. جورجيا عندها مطبخ بسيط بس طعمه قوي، وطبعه مختلف عن أي بلد قريبة منها. أول طبق هتشوفه هناك هو الخنكالي، عجينة كبيرة مقفولة على لحمة متبلة. تفتحها يطلع منها شوربة سخنة، تاكلها وتحس إنك فهمت ليه البلد دي بتحب الأكل المريح. وبعدين يجي الخاتشابوري، عيش محشي جبنة وبيضة، طبق بيضرب في الدماغ على طول. ناس كتير قالت إنه أحلى حاجة دقوها في الرحلة كلها. وفي لوبيو، طبق فاصوليا بتتبيلة هادية، يتقدم في قدرة فخار وتحس إنك قاعد في بيت جورجي قديم وسط الجبال. وللي بيحب اللحوم، ميتسافادي، شيش جورجي مشوي على الفحم، طعمه بسيط لكن صادق. أما الحلو فده عالم تاني، تشيريتشيلا، سلاسل مكسرات معمولة بعنب مركز، شكلها غريب بس طعمها فيه حنية. الأكل هناك مش بس وجبة، الأكل هناك حكاية وجزء من روح المكان.